يا متتبعين هذا المقطع الفيديو غنرجع معكم خديجه الزغراته اشنو قالت متتبعينا الكرام. فرقعات الرمانه جاتهم من الاخر من بعد هذه الفضيحه هذه ومن بعد هذه الكارثه متتبعينا الكرام. لان صراحه خديجه الزغراته هذا التصريح هذا اللي صرحت به غنعطيكم غير التفاصيل علاش وشنو هو. لان ما غنقولوش بان هذه السيده كتعلم الغيب كما سمعتوا دابا بان هذه السيده كتكون كتعلم الغيب، ربما لان بالفعل عز اخنوش النهايه ديالو قربت النهايه ديالو، ممكن لان سالت المهمه ديالو. وهذا الشيء راه اصبح واضح وباين. اكثريه دابا الاخوان، اكثريه دابا اللي خصكم تعرفوا بان من بعد هذه الفضيحه هذه اللي وقعت في نواحي اكادير، هذه الفضيحه هذه اللي وقعت كانت فضيحه بالمعنى الكلمه، وغنعطيكم التفاصيل علاش كنقول لكم. لان كانت كارثيه وبالمعنى الكلمه، لان مستشفى، شوفوا قداش مستشفى اللي لقبوه مستشفى الموت، مستشفى. لان شوفوا معايا قداش متتبعينا الكرام، وللاسف في اخر المطاف كتلقى بانهم ناس كيعانيوا. ها اللي خارج له حديده، ها اللي خارج له صبع، ها اللي كله يعني اللي خارج له عفوا، لان داك الدراريه الصغيره داك الشيء كارثي بالمعنى الكلمه. ياك الاخوان والله العظيم الى هذا الشيء للاسف ومازال غنقولها كارثي بالمعنى الكلمه. فنحن في الانتظار، وغنبقى نقولها دائما، فنحن في الانتظار متتبعينا الكرام. ان شاء الله بحول الله نشوفوا اشنو غادي يقدر يوقع، لان بخصوص هاد الكوارث اللي ولينا كنشوفوا يا اصدقائي ما بقاش كيبشر بالخير. هل ممكن لان من بعد هاد الكوارث كلها نقدروا نشوفوا متتبعينا الكرام، واش نقدروا نشوفوا هادشي اللي غير خص المغاربه والمغربيات يعرفوه، واش نقدروا نشوفوا بالفعل؟ لان من بعد هاد الكارثه كلها واش نقدروا لان نشوفوا رئاسه الحكومه المره الثانيه د عز اخنوش؟ يعني هنا كيتطرح تساؤلات عند الجميع، عند واحد الفئه كبيره من المغاربه. يعني صراحه يعني صراحه هنا كيتطرح تساؤل، واش ممكن لان غدا بعد غدا نقدروا نشوفوا لان اخنوش رجع للحكومه؟ حنا ما كنقولوش بان الخوت ضده او معاه، حنا بغينا اللي غيخدم، الشيء اللي غيخدم اكيد متتبعينا الكرام حنا معاه. يعني صراحه حنا معاه، ولكن للاسف كنشوفوا بان متتبعينا الكرام وما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لان كارثي بالمعنى الكلمه، كارثي. دابا اخطر من هذا الشيء كامل الا مشينا غير البطاله، ما كتشوفوش لانهم يعني صراحه ما كتشوفوش بان خوتي المغاربه، لان للحد الان البطاله والشباب في الشوارع كيدور، الشباب لان غير في الشوارع كيدور، ما خدام ما ردام ما لان للاسف وصلنا لواحد النيفو لانهم الشباب ولاو كيحرقوا في عاد، ولاو كيخرجوا، يعني كيخرجوا كيحاولوا يحرقوا لانهم يخرجوا من هذه البلاد. لماذا هذا الشيء واقع في بلادنا؟ يعني لماذا؟ اذا كنتمنى من متتبعينا الكرام لانكم تشاركونا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم بخصوص الموضوع، والله يدير شي تاويل انت على الخير. هادشي اللي غادي نقدروا نكفيوه معكم، ونتمنى من اصدقائي اكيد شاركونا الاراءات ديالكم الجميله بخصوص الموضوع. واش بالفعل كلامنا صحيح على صح ام ليس لان كلامنا على صح؟ لان اليوم حنا كنقول بان خوتي المغاربه هادشي اللي واقع يجب لان يتخذ الاجراءات القانونيه، لان كاع اللي ما خدامش، كاع اللي ما كيديرش خدمته في هذه البلاد خاصو، لان اكيد ما يوليش. لان دابا المشكله والخطير في الامر كتلقى واحد الفئه كبيره من المغاربه لانه فاش كيمشيو يترشحوا، دابا هذا هو المشكل، ملي كيمشيو يترشحوا متتبعينا الكرام، وكانت كارثه بالمعنى الكلمه، كيمشيو يترشحوا لانهم كيبيعوا راسهم ب 200 درهم. هذيك البيعه اللي كيبيع راسه هو ب 200 درهم بديك الطريقه، راه عرفوا معايا متتبعينا الكرام، وللاسف هذه هي النتيجه واللي خاص المغاربه والمغربيات يعرفوها، هي هذه النتيجه حاليا. لانكم كانوا ناس مواطنين لانهم ما كيبيعوش الاصوات ديال مزيان، يصوت يمشي يصوت مزيان، ولكن المشكل هو لان ما بقاش في التصوات. المشكل والخطير في الامر هو لانه مازال لحد الان، وهذا الشيء اللي خاص المغاربه والمغربيات يعرفوه لحد الان اخواني اخواتي الاعزاء، كيتبين
بان هذا الشيء لان غادي وكيكثر. دابا الناس ملي ما كتلقاش في البلاد الصحه او التعليم، راه البلاد مشات على هذا القبال، البلاد مشات. لان دابا خصنا صاينوضوا ناس وناشدوا على سلطات في البلاد، وعاد ممكن كيتدخلوا ديك الساعات كيوقع اما الاعفاءات، اما كيوقع الطرد، اما لان علاش ما يديروش خدمتهم من النهار الاول. دابا المشكله ملي كتمشي للسبيطارات كتلقى، لان بحال هذا السبيطار المستشفى ديال الحسن الثاني الله يرحمه ويرحم الجميع، لان كيفاش خرجوا ناس مواطنين في الشارع او خرجوا ناس مواطنين لانهم احتجوا، كيقول لك بانهم الا ما كانش دورتي كيقول لك السكانير ما خدامش، كتدور كيقول لك السكانير خدام. شحال من وحده دخلت تولد تما خرجت ميته. اذا كاع اللي ما عندوش، اللي ما كيحترمش هذه المهنه ديال الطب وما كيحاولش لانه يخدم بنزاهه وبشفافيه، خصو لان يعني صافي خص المهمه ديالو تنهى. دابا اش غيديروا الناس في هذه الكارثه هذه؟ لانه فاش نوضوا الناس وخرجوا للشارع راه مشكله. اذا شكرا لكم الخوت، شكرا لجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى لانكم تشاركونا، التعليقات ديالكم مهمين. واشنو بان لكم الخوت في خديجه الزغراته؟ واش ممكن لان هذا الشيء يقدر يكون صحيح من بعد؟ لان كتقول غيمشي بحاله، واش ممكن لان يقدر يكون صحيح فقط لان صافي النهايه ديالو جات وغيمشي بحاله؟ هل ممكن كيبان لكم يعني هذا الشيء اللي يكون صحيح عما قريب ام ليس؟ لان غيكون هذا الشيء صحيح. التعليق ديالكم متتبعينا الكرام، الاراء ديالكم كيهمونا اكثر. نتمنى اصدقائي داخل وخارج ارض الوطن التعليقات ديالكم اهم حاجه، لان بخصوص الموضوع والله يدير شي تويد الخير لهذه البلاد. احنا الهدف ديالنا اكيد، يعني الهدف ديالنا هو لان نشوفوا هذه البلاد غاديه في الطريق الصحيح، لا في التعليم ولا في جميع يعني اي حاجه يكون، لان البلد ديالنا غاديه مزيان. لان ما يمكنناش، لان الخوت 2025 ومازال المواطن المغربي يعاني. هذا هو المشكل، مازال المواطن المغربي يعاني لان من البطاله، من المستشفيات، زيد يعني باين وواضح كاين شي حاجه تما اللي ما مفهوماش. اذا شكرا لكم الخوت، شكرا لجميع المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى لانكم تشاركونا التعليقات ديالكم، والله يدير شي تويد الخير. نحن دائما كنقولوا الله يدير شي تويد الخير، والله يدير شي تويد الخير. وشكرا للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن. هادشي اللي غادي نقدر نوقفوا معكم اصدقائي. مع السلامه، شكرا لكم، الى اللقاء. ما تنساوناش من اللايكات والتعليقات الجميله ديالكم بخصوص